اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الهنا والسعادة على أغلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكسكسي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، ومش هياخد منك أي وقت ولا مجهود، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، ويلا بينا نحضر أجمل كسكسي مع بعض. عندي هنا الكبة، حطيت فيها 1 كيلو من الدقيق الفاخر، طبعا متعدد الاستخدامات. عندي هنا كوباية من المية، الكوباية العادية بتاعت الشاي. هدوب فيها بس ربع معلقة كبيرة من الملح. بعد كده هشغل الكبة على أعلى سرعة، وهحط المية بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، معلقة معلقة، لغاية ما أخلص المية اللي في الكوباية بتاعتي. وده الدقيق بعد ما حطيت عليه المية قوامه عامل زي الرمل المبلول بالظبط. بعد كده هجيب صينية أو طبق على حسب المتوفر عندكم، وهحط من فوقيهم المنخل الحديد ده. والمنخل ده هتلاقيه في محلات الأدوات المنزلية، وناس كتير قالولي إن موجود عند الموان، وسعره بصراحة مش غالي خالص. هبدأ أفضي الدقيق في المنخل علشان لو فيه أي تكتلات. هنبدأ بعد كده ننخل الدقيق كله زي ما انتوا شايفين. هجيب بعد كده حلة هحط فيها مية لنصها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب مصفى وأحطها على الحلة. طبعا لازم توفقي أي حلة عندك على المصفى بتاعتها. بعد كده هجيب حتة قماشة نظيفة، وضروري تكون خفيفة حبايب قلبي. حتة القماشة ديت أنا مخلياها للجبنة القريش، أي حاجة بعملها فيها بغسلها وبشيلها. بعد كده هبدأ بقى أحط الدقيق كله زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هنبدأ بقى مع بعض أغطي الدقيق بتاعنا بالقماشة. بعد كده هحط غطا على المصفى من فوق زي ما انتوا شايفين. هنرفع بعد كده الحلة على نار متوسطة، وأسيب الكسكسي لمدة ساعة كاملة. وده الكسكسي بعد ساعة كاملة فتحت عليه القماش وهاخده تاني على المنخل. خلي بالكوا الكسكسي في المرحلة دي بيكون سخن جدا جدا. أفضل حاجة نطلعه بالقماشة كده اللي فيه، ونبدأ نحطها في المنخل زي ما انتوا شايفين، ونفضي الكسكسي في المنخل بالراحة خالص. هبدأ بقى أفتت الكسكسي بالمعلقة، وهرش عليه حوالي ربع كوباية من المية. ليه؟ علشان يسهل عليا عملية نخل الكسكسي. خلي بالكوا التكتلات في المرة ديت بتكون قليلة جدا جدا غير المرة الأولانية. وده الكسكسي بعد ما نخلته خلاص هنرجعه تاني بقى في المصفى على حتة القماش بتاعته زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنرفع الحلة برضو على نار متوسطة، والمرة دي هنخليه لمدة نص ساعة بس. وده الكسكسي بعد ما أخد نص ساعة أخيرة على النار هنطفي بقى عليه النار. دلوقتي رفعت القماشة على المنخل تاني، هفضي كل الكسكسي في المنخل زي ما انتوا شايفين. وده الكسكسي بعد ما فضيته في المنخل. ممكن حبايبي ما تحطوهوش في المنخل تاني، بس أنا بعمل كده علشان الكسكسي بيكون سخن جدا جدا وأعرف أفتته. بحط عليه بعد كده نص كوباية من السمنة البلدي، تكون فترة مش سخنة، مع طبعا التقليب المستمر. وطبعا وهننخله لآخر مرة زي ما انتوا شايفين. ممكن بقى نحط الكسكسي في علبة ونحفظه في التلاجة لمدة أسبوع، أو نشيله في الفريزر وبيقعد مدة كبيرة جدا جدا،
وطبعا لما بنحتاج نطلع منه بنسخنه عادي جدا. وده أحلى طبق كسكسي بقى بالسكر البودرة. شايفين الجمال؟ طعمه بجد وهم يا جماعة. والله دي من الأكلات الجميلة جدا جدا في الشتاء. شايفين الطبق عامل ازاي؟ بجد يا جماعة طبق كسكسي يفتح النفس. طريقته سهلة جدا جدا وبسيطة ومش معقدة أبدا أبدا. امشوا بس على الخطوات وهيطلع معاكوا أجمل من كده بكتير. وطبعا حبايبي مش هنفضل قاعدين جنبه طول ما هو على النار. تقدري طبعا تخلصي أكل بيتك وتنضفي البيت وتعملي أي حاجة أثناء التسوية. جربوه وهستنى رأيكم فيه. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايكات الجميلة بتاعتكم وشير بقى في كل مكان، لأن الكل واخد فكرة عن الكسكسي إنه مستحيل يتعمل في البيت. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.